قبل ما نبدأ فيديو النهاردة خلينا أسألك سؤال مباشر. لو بلد فيها أكتر من نص شعبها عايش تحت خط الفقر والدولار مولع والأسعار طالعة نار، هل من المنطقي إنها تبني مدينة جديدة من أول وجديد بمليارات الدولارات؟ هل ده الوقت الصح؟ ولا إحنا بنلمع صورة فاضية؟ تخيل معايا بلد من أقدم بلاد العالم، بل هي الأقدم، عندها أهرامات ومعابد وتاريخ بيعدي آلاف السنين، فجأة بتقرر تبني عاصمة جديدة من أول وجديد في وسط الصحراء. إزاي؟ وليه؟ وبتصرف عليها مليارات الدولارات في وقت الشعب بيشتكي فيه من الأسعار والغلاء. إيه السر؟ وإيه الهدف الحقيقي من العاصمة الجديدة دي؟ وده بيوصلنا لسؤال مهم جدا، العاصمة دي اتبنت بفلوس مين؟ ويلا بينا نحكي الحكاية كاملة عن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ونفهم إيه اللي بيحصل فعلا ورا الستار. يلا أقولك واحدة واحدة، ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. مصر اللي طول عمرها فيها تاريخ عظيم وحضارة بتتدرس، دلوقتي داخلة على مشروع ممكن يغير شكلها بالكامل، العاصمة الإدارية الجديدة. المشروع الضخم ده بيتبني من سنة 2016 في منطقة صحراوية تبعد حوالي 45 كيلومتر شرق القاهرة، ومساحتها تقارب مساحة دولة سنغافورة. العاصمة دي مش مجرد شوية عمارات ومباني، دي مدينة كاملة المفروض إنها تسكن من 6 ل 12 مليون بني آدم، يعني تقريبا ربع سكان القاهرة النهاردة. المشروع اتبنى فيه أكبر جامع في أفريقيا ومدينة رياضية واستاد أولمبي وكمان أطول برج في القارة كلها. المسجد الكبير اللي اتبنى هناك هو مسجد الفتاح العليم واللي بيشيل أكتر من 17,000 مصلى، والكنيسة هناك كمان من أكبر الكنائس في الشرق الأوسط. أطول برج هناك هو البرج الأيقوني، طوله حوالي 385 متر، وده أطول مبنى في أفريقيا لحد هذه اللحظة. العاصمة فيها كمان نهر أخضر صناعي بطول أكتر من 35 كيلومتر، المفروض يكون زي نهر النيل بس صغير وجوه العاصمة. بس السؤال هنا، ليه مصر بتبني مدينة جديدة من الأساس وعندها أصلا القاهرة؟ وهل الموضوع مجرد تطوير ولا في حاجة أكبر بتحصل؟ العاصمة الجديدة جزء من مشروع اسمه رؤية مصر 2030، واللي بيتقال إن هدفه تحسين جودة حياة المصريين. بس الحقيقة على الأرض مختلفة شوية، لأن بالرغم من النمو السكاني الضخم في حوالي 60% من الشعب عايشين تحت أو قريبين جدا من خط الفقر، وده حسب تقرير البنك الدولي في 2023. القاهرة نفسها بقت خانقة، زحمة، تلوث، أسعار سكن نار، وسكان كتير عايشين في مناطق عشوائية ممكن تقع في أي لحظة وبيتعرضوا للطرد والإخلاء بدون إنذار. عدد السكان في القاهرة الكبرى النهاردة قرب من 23 مليون نسمة، والتكدس السكاني بيأثر على كل حاجة من المرور لحد الصحة. معدل التلوث في القاهرة بيكلف الدولة حوالي 47 مليار جنيه سنوياً حسب تقرير من وزارة البيئة، وده بسبب التكدس المروري وعوادم العربيات اللي بتنتج أكتر من 30% من التلوث الهوائي في العاصمة. غير كده مصر دلوقتي فيها مئات الآلاف من اللاجئين من السودان واللي ساكنين في مناطق مزدحمة، وده خلى الإيجارات تزيد أكتر وأكتر. والنقل حدث ولا حرج، القاهرة من أكتر المدن في العالم من حيث الزحمة في 2021. فعلياً الحكومة شايفة إن الحل هو بناء مدن جديدة بعيد عن القاهرة، لكن السؤال، هل ده حصل قبل كده؟ والإجابة على مدار 40 سنة مصر حاولت تعمل كده فعلا. عملوا مدن زي مدينة السادات واللي كانت المفروض تبقى العاصمة الإدارية بدل القاهرة، لكن المشروع ما كملش والدنيا ما مشيتش زي ما كانوا متخيلين، في حين إن القاهرة بتزيد أكتر من مليون نسمة في السنة. غير كده مدن تانية زي الشيخ زايد تحولت لمجتمعات مغلقة للأغنياء بس. فهل العاصمة الإدارية هتكون نسخة تانية من المدن دي؟ ما أنا هفهمك إزاي تحولوا من متر ب 100 جنيه لمتر ب 10,000 جنيه. تحدي كبير. ما أنت عندك نمو سكاني وفي طلب، أنت عندك كل سنة بيتجوز 700-800 ألف شاب وشابة،
يعني انت بتتكلم في عدد من الوحدات السكنيه بعيد عن الريف 50% تقريبا من الطلب ده نعم. موجود هناك، لكن على الاقل انت عايز 400 500 الف شقه سنويا. طب انا النهارده اعملهم في القاهره الزحمه، اعمله في اسكندريه الزحمه، اعمله في اي محافظه من محافظات الزحمه، ولا اطلع بره؟ فطلعنا بره. فلما طلعنا بره احنا من خلال الارض دي اللي عاد تسعيرها بالفكره يا فيصل بان هي بقت العاصمه، فبقى المطور العقاري عايز يخش. انا اشتغلت مطور استراتيجي في ال 24 مدينه. اشتغلت ايه؟ مطور استراتيجي. الدوله اشتغلت كده من فلوس منين؟ من الارض دي. نيجي بقى للي بيحصل جوه العاصمه الجديده نفسها. المدينه فيها مناطق سكنيه ضخمه، وفي قلب العاصمه الجديده بيتبني دلوقتي مقر وزاره الدفاع الجديد وسموه الاوكتاجون، واللي باين من صوره الاقمار الصناعيه انه قريب جدا من الحي الحكومي. المجمع العسكري ده يعتبر واحد من اكبر المجمعات العسكريه في الشرق الاوسط. كل ده بيخلينا نسال، هل العاصمه دي معموله عشان تحل مشاكل الناس ولا علشان تعزل السلطه عن الشعب؟ وهنرجع دلوقتي لسؤال الفلوس. العاصمه دي اتبنت بتمويل من شركه اسمها العاصمه الاداريه للتنميه العمرانيه. شركه العاصمه تحديدا، المنشآت اللي بتتعمل في العاصمه دي كلها على حساب مين؟ المنشآت الحكوميه. المنشآت ايه؟ حكوميه. يعني ايه المنشآت الحكوميه؟ يعني الوزارات، الحكومه كلها ده على حساب مين؟ على حساب شركه العاصمه. ساعة لما بدأت شركه العاصمه كان حسابها صفر. حسابها ايه؟ صفر. معاش حاجه. النهارده شركه العاصمه ليها بعد ما عملت ده اللي بتعمله، عملت الحكومه كلها، عملت مدينه الثقافه والفنون كلها بالمستوى اللي انتوا بتشوفوه. ويقول لك ايه؟ انتوا بتجيبوا الحاجه دي منين؟ عملت مسجد مصر، وعملت الكاتدرائيه، وحي المال والاعمال، والرئاسه، كله. وهي شركه مصريه مملوكه للدوله، بس اهم حاجه نعرفها انها 51% منها تابعه للقوات المسلحه و49% تابعه لوزاره الاسكان. يعني الجيش هو الشريك الاكبر. يعني ببساطه الجيش مش بس بيمول، لا ده كمان هو اللي بيملك الارض وبيبيع الوحدات وبيتحكم في الفلوس اللي رايحه وجايه. والمثير اكتر ان الجهات المدنيه ما عندهاش صلاحيات رقابيه على ميزانيه الجيش، لانها مصنفه اسرار عسكريه، وبالتالي محدش يقدر يسال اتصرف كام وفين. إجمالي تكلفة المشروع بحسب تصريحات رسمية تعدت 58 مليار دولار، والرقم ده مرشح للزيادة بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام. الشقق اللي بتتباع في العاصمة الجديدة أسعارها بتبدأ من 1,500,000 جنيه، في حين إن الحد الأدنى للأجور للمواطن المصري في السنة حوالي 7,000 جنيه مصري. يعني صعب جدا على المواطن العادي يشتري شقة هناك. ومع ذلك الحكومة بدأت تنقل الوزارات والبنك المركزي وبعض المصالح للعاصمة الجديدة، وفعلياً البرلمان بدأ يشتغل هناك من إبريل 2024. في كمان شغل شغال على دار أوبرا جديدة، مسارح ومتاحف، والمدينة الصناعية هناك 70% منها اتباع للمستثمرين. دلوقتي الحكومة بتقول إن في حوالي 5000 أسرة سكنت في العاصمة، وعايزين يوصلوا ل 10,000 في آخر 2025. لكن هل ده كفاية؟ في ناس بتشبه اللي بيحصل في مصر بحاجات حصلت في دول تانية، زي ميانمار مثلاً لما بنوا عاصمة جديدة في وسط الصحراء. في الآخر السؤال اللي محتاج إجابته، هل العاصمة الجديدة هتكون بداية جديدة فعلا لمصر، ولا مجرد مشروع شكله حلو من بره بس؟ خليني أقول لك كمان إن في وقت ما مصر بتصرف فيه مليارات على العاصمة الجديدة، البنك المركزي أعلن إن الديون الخارجية وصلت لحوالي 165 مليار دولار في 2024، وده رقم مرعب لأي اقتصاد نامي. والمشكلة إن معظم القروض اللي الدولة بتاخدها بيتم توجيهها لمشروعات بنية تحتية ضخمة زي العاصمة، بدل ما تروح لتحسين التعليم أو تطوير الصحة اللي بيعاني منها ملايين، أو حتى تطوير الصناعة. كمان حسب تصريحات غير رسمية من موظفين داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، في تساؤلات كتير حوالين الشفافية والرقابة على الإنفاق داخل المشروع، خصوصاً إن المشاريع دي كلها بتتم بإشراف مباشر من جهات سيادية بعيدة عن رقابة البرلمان. وعلى مستوى الأثر البيئي، في خبراء بيقولوا إن تحويل منطقة صحراوية لمدينة ضخمة زي دي محتاج موارد مياه مهولة، في حين إن مصر أصلاً بتعاني من عجز مائي وصل لأكتر من 30 مليار متر مكعب في السنة، وده بحسب وزارة الري. لو بصينا على بيانات صندوق النقد الدولي هنلاقي إن الدعم الموجه للسلع والخدمات الأساسية في مصر اتخفض بنسبة أكتر من 60% خلال آخر 5 سنين،
وكل ده في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة. ومين المستفيد؟ ناس قليلة جدا من طبقات معينة اللي تقدر تدفع ثمن الشقة أو اللي ليها علاقات بالجهات اللي بتملك الأرض. والغريب إن رغم المليارات اللي اتصرفت لسه المدينة الجديدة بتفتقر لحياة حقيقية، شوارع فاضية، كافيهات مقفولة، وأماكن كتير لسه تحت الإنشاء. يعني على الورق مشروع ضخم، لكن على الأرض لسه قدامه كتير. فهل ده فعلا مستقبل بلد؟ ولا مجرد واجهة حضارية بتخبي وراها واقع اقتصادي واجتماعي مرير؟ قول لي رأيك في الكومنتات، وهل شايف إن المشروع ده فعلا هيساعد البلد؟ ولا في حاجة تانية مستخبية؟ ولو عجبتك الحكاية دوس لايك وشارك الفيديو مع اللي مهتم باللي بيحصل في بلدنا، واستناني في الحكاية الجاية. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار.